مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض عليه أعمال العباد. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد العبد أن المنة لله سبحانه وتعالى، فلولا الله ما عبد الله، لولا الله ما كان من أهل الإسلام، لولا الله ما كان من أهل التوحيد، لولا الله ما كان من أهل السنة، لولا الله ما قام ليصلي، لولا الله ما صام، لولا أن الله هدانا، لولا أن الله أعاننا ما كنا شيئا من الأشياء. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. المنة لله حتى في عبادتنا له، المنة لربنا سبحانه وتعالى، لا منة لنا على ربنا سبحانه وتعالى. يشهد العبد أن الله سبحانه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمة مولاه، فلولا الله سبحانه وتعالى لم يكن شيء من ذلك. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وما بكم من نعمة فمن الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون.